بسم الله الرحمن الرحيم. معكم شيماء مصطفى. هنكمل الجزء الخاص بلاس ريماس دي بيكر، وهنكمل بعض القوافي ليه وهنحللها برضو مع بعض. هنقول التيمة والقافية ونبذة عن الشرح اللي موجود في القصيدة، وهنبدأ بالقصيدة رقم 21. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة لو أول مرة بتتابعونا علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. طيب، في القصيدة رقم 21 بيتكلم عن الشعر وبيقارن الشعر بحبيبته. فلو هنقول التيمة بتاعة القصيدة comparación de la poesía con su amada، بيقارن الشعر بحبيبته. يعني هي في القصيدة بتسأله ايه هو الشعر، فبيقول لها انت تسأليني عن ما هو الشعر وانت بتبصي مثلا في عينيا بلون عينك الازرق. طبعا هنا بيوصف لون عينيها وبيقول لها الشعر هو انت، فهنا بيشبه الشعر بحبيبته. يبقى التيمة comparación de la poesía con su amada. الريمة اللي كانت في هذه القافية ريمة اسونانتي con versos sueltos، ريمة القافية بتاعتها كانت رنانة مع الأبيات الحرة. فلو هنقسم الأبيات الأربع أبيات إلى جزئين وهنشوف الشرح بتاع كل بيتين. en los versos 1 y 2 descripción del color de los ojos y formulación de la pregunta، يعني بيوصف لون العين لما قال لها لون العين الأزرق بتاعك، وهي بتعمل صياغة للسؤال اللي هو ما هو الشعر. فهنا بيوري إن في أمور وفي سنتيمينتو. لو هنقول الجزء الثاني en los versos 3 y 4 respuesta a la pregunta y donde compara la poesía con su amada، حيث بيجاوب على السؤال لما هي سألته ايه هو الشعر بيبدأ هو يجاوب لها على الشعر، حيث ان هو بيقارن هذا الشعر بحبيبته، يعني بيقول لها انت الشعر. يبقى هنا وصفها بان هي الشعر. فلو هنقول برضو بعض الشرح ليها tiene como tema el amor esperanzado. Para él amor es igual a mujer y mujer es igual a poesía. يعني tiene como tema el amor esperanzado، يعني موضوعه هو الحب اللي فيه أمل. احنا اتفقنا ان في جزء من الشعر عند في أبيات في القصائد بتاعة لاس ريماس بيتكلم عن الحب اللي فيه أمل، فدي واحدة منهم. فموضوعه الحب اللي بأمل، وبالنسبة لي الحب يساوي امرأة والمرأة تساوي الشعر، فبالتالي الحب هو الشعر. يعني لو قلنا ان امور is equal a mujer، يعني الحب بيساوي المرأة بالنسبة له او حبيبته. اي mujer is equal a poesía، وهذه حبيبته او هذه السيدة هي الشعر، فبالتالي الحب هو الشعر. طيب، لو هنقول القافية رقم 65 كان بيتكلم فيها عن الوحدة وإن هو كان فقير ويتيم وهكذا. فالتيمة بتاعتها لا سوليداد دي una بيرسونا، اللي هو العزلة والوحدة لشخص ما، أو لو عاوزين نقول ديل بوئيتا للشاعر. أوكي، فهنقول الريمة بتاعتها كانت أسونانتي، كانت كلها تعتمد على الحروف المتحركة فكانت ريمة أسونانتي. طب لو هنقول شرح بسيط لهذه الأبيات هنقول إيه؟ habla de su niñez، بيتكلم عن طفولته أو يتحدث عن طفولته. describe cuando se quedó orfano، بيوصف عند أو بيعمل وصف اللي هو لما كان يتيم. y que estaba solo sin saber a dónde ir، وكان وحيد بمفرده دون أن يعرف إلى أين يذهب. يبقى بيوصف فيها الفترة اللي كان فيها يتيم وحيد مش عارف يروح فين. طيب، una persona explica que estaba solo sin nada ni nadie, no tenía nada para beber ni para comer y tampoco tenía donde dormir. بيقول إن هو شخص بيشرح أو بيوضح لما كان من غير أي حاجة، وحيد، معهوش لحد ولا أي شيء، معهوش أي حاجة يشربها أو ياكلها، وأيضا ولا أي مكان ينام فيه. فدي طبعا بالنسبة له كانت فترة صعبة في حياته. Se pregunta si está en un desierto y llega a la conclusión de que no tiene nada de nada، es decir que el mundo está desierto para él. يعني بيسأل لو هل هو في صحراء، وبينتهي إلى أنه ليس لديه أي شيء على الإطلاق، وأن العالم ده مكان مهجور بالنسبة له. يبقى القصيدة كلها بتحكي عن فترة انه كان يتيم، كان عايش معهوش اي حد ولا اي حاجة، لدرجة ان ما كانش فيه اي حاجة لا ياكلها ولا يشربها ولا مكان حتى ينام فيه. فالعالم بالنسبة له كان ايه؟ كان زي الصحراء. يبقى في الاخر العالم كان بالنسبة له مكان مهجور. في القافية رقم 38
بيتكلم فيها عن هنتكلم فيها هنا عن الحب أو خيبة الحب. يعني بيسأل حبيبته الحب المنسي دوت بيروح فين؟ يعني لو في إنسان كان بيحب حد والحب ده اتنسى خلاص ومات، الحب ده بيروح فين؟ وبيشبه الموضوع ببعض التنهدات اللي بتكون من الهواء وبتذهب إلى الهواء، بعض الدموع اللي بتكون من الماء وتذهب إلى البحر. فالحب اللي بيتنسي دوت أو بيموت بيروح فين؟ بما إن التنهدات بتضيع في الهواء والدموع بتضيع في البحر، إلى أين يذهب هذا الحب؟ فده الموضوع اللي بيتكلم فيه في هذه الريمة الصغيرة. فلو هنقول التيمة El olvido del amor y su destino، يعني نسيان الحب ومصيره. الحب المنسي بيروح فين وكمان المصير بتاعه ايه. طيب التيمة بتاعتها كانت تيمة اسونانت لانها كلها كانت فيها حروف متحركة. ولو هنقول شرح ليها بسيط: breve rima dirigida a una mujer donde se pregunta dónde va el amor olvidado. دي كانت قافية قصيرة موجهة إلى امرأة، حيث يتساءل إلى أين يذهب الحب المنسي زي ما احنا شرحنا. El desamor es el gran protagonista de esta estrofa. خيبة الحب هو البطل الرئيسي لهذه الرواية أو لهذا المقطع في القصيدة. فالأوتور se lamenta por un amor cuando se olvida o muere. Ya no hay vuelta atrás، يعني المؤلف بيندب الحب أو بيرسي هذا الحب اللي بمجرد أن ينسى أو يموت فلا عودة إلى الوراء، يعني خلاص انتهى مات ما بنرجعش تاني في هذا الحب. Al igual que ocurre con los suspiros y las lágrimas perdidas en la inmensidad del aire y del mar. El amor de alguna manera también se olvida، يعني ده زي كما هو الحال مع زي ما قلنا التنهدات والدموع التي ضاعت في اتساع الهواء والبحر. دموع وتنهدات بتضيع في المية والبحر، فإن الحب بطريقة ما ينسى أيضا. يعني هو مش عارف مصيره إيه بالحب ده بيروح فين، لكن بطريقة ما بينسى وبيموت وخلاص وبينتهي. يبقى دي كده كانت بعض ملخص بسيط إلى شرح الريمة والقافية بتاعتها والتيمة. طيب لو قلنا الريمة 69 بيتكلم فيها هنا عن إيه؟ هنلاحظ إن هو بيتكلم عن الحياة والموت مع بعض، بيعمل انعكاس للحياة والموت في بعض الصفات. بيبدأ ان هو يكلمها عن ان من خلال الاشراق البرق نولد، وبعد كده بيبقى فيه بيتحول الى وهجا وبنموت. الحياة هي قصيرة، المجد والحب اللي بنسعى وراءه مهما طال برضو في الاخر عندنا موت. فبيتكلم عن الحياة والموت مع بعض، معاني الكلمات بتدي الحياة والموت في نفس الوقت. لأن ليه معنى كده؟ لأن الإنسان بيعيش ويستمر في حياته، بيشتغل بيعمل حاجات كتير، بيسعى إلى تحقيق السعادة والأمل والحب وكل شيء. بجانب كل ده في لحظة ممكن ينتهي ويموت، يبقى هو عايش بجانب الحياة فيها بجانبها يستمر برضو الموت إلى لحظة معينة بيتحول من الحياة إلى الموت. يبقى التيمة اللي كانت في هذه القصيدة لو هنقولها بقى بالأسباني: Este poema es una reflexión de la vida y la muerte. هذه القصيدة هي انعكاس للحياة والموت. طيب الريمة اللي كانت بقى في القصيدة دي كانت كونسونانتي على عكس الريمس كلها اللي فاتت. لو هنلاحظ هنا الريمة كانت ايموس مع ايموس في البيت الأول والرابع، وإيموس مع إيموس في البيت الثاني والخامس، وإير مع إير في البيت الثالث والسادس الأخير. يبقى الريمة هنا كانت كونسونانتي. طيب لو هنقول موضوع التيمة ديت بيحكي عن ايه الشعر: الأوتور alude en los primeros versos a la fugacidad de la vida, mientras se intenta perseguir un amor o se busca alcanzar la felicidad. يعني بيلمح المؤلف في الأبيات الأولى إلى زوال الحياة، مع إيه بقى؟ أثناء محاولته السعي وراء الحب أو السعي لتحقيق السعادة. يعني بالرغم أنه بيسعى إلى تحقيق الحب والسعادة، لكن بيحصل برضو في النهاية زوال إلى هذه الحياة وتنتهي بالموت. يبقى ده معنى أن في ريفلكسيون، في انعكاس الحياة والموت. انعكاس يعني بيجيب الاتنين عكس بعض في نفس القصيدة ويبدأ يعمل بينهم وصف للحياة والموت مع بعض. طيب
Al final el autor da a entender que morir también forma parte de la vida, donde él dice que despertar es morir. يعني في النهاية بيشير المؤلف إلى أن الموت هو أيضا جزء من الحياة، زي ما قلنا إن مهما الإنسان سعى في الحياة بيظل الموت بجانبه ويأتي في أي لحظة. حتى إن هو في آخر بيت قال despertar es morir، يعني despertar يعني النهوض أو الصحو أو الاستيقاظ، برضو معناه الموت. يعني مهما الإنسان صحي ونهض وعاش ففي الآخر برضو بيموت. ده كده كانت التيمة بتاعت أو شرح القصيدة البسيطة ديت. لو هنيجي للريمة رقم 30 بيحكي فيها عن هنا بقى شعور بالندم عن الحب اللي ما اعترفش بيه. معنى القصيدة إن هو وحبيبته كل واحد فيهم كان زمان في الباسادو، بيعمل هنا مقارنة ما بين الماضي والحاضر. بيتكلم في الباسادو عن حبه لشخصية ما، وهي كمان كانت بتحبه، لكن محدش فيهم اعترف بهذا الحب. لما تقابلوا النهاردة في الحال، في وقتنا الحال مثلا، او في الموقف اللي اتقابلوا فيه في المضارع، اتكلم عن الندم بقى الاتنين حسوا بيه لما ندموا على موقف زمان اللي هم ما اعترفوش بالحب، فقارن بينه وبين حاليا لما تقابلوا شعروا بالندم لعدم اعترافهم بهذا الحب. فلو هنقول التيمة بتاعت هذه القافية كانت el sentimiento de arrepentimiento del poeta y su amada، يعني الشعور بندم الشاعر وحبيبته طبعا على الحب اللي فات. طيب el yo del poeta explica lo que sucedió con su amada y lo que pasa actualmente entre los dos. يعني el yo del poeta يعني الأنا بتاعت الشاعر. لما أقول الأنا يعني الغرور، غرور الشاعر أو الأنا بتاعته بتشرح ما حدث معه ومع حبيبته وما يحدث الآن بين الاتنين. يعني زمان حصل ايه، سوسيديو يعني قد حدث خلاص في الماضي. ايه اللي حصل؟ ان هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض بس ما اعترفوش. طب ايه اللي حصل اكتوالمنتي في الحاضر؟ ان الاتنين ندموا على هذا الموقف او على هذا الحب او هذا الشعور. طيب el poeta y su amada en un pasado no se dijeron lo que pensaban claramente y ahora en la actualidad los dos se arrepienten por caminos distintos. طيب الشاعر وحبيبته زي ما قلنا في الماضي لم يقولوا أو لم يصرحوا بوضوح ما يفكر فيه كل منهم. يعني كل واحد كان بيفكر حاجة ما وضحهاش للتاني أو ما قالهاش للآخر، والآن بيندم كلاهما بطرق مختلفة. يعني كل واحد فيهم بيندم على ان هو ما قالش عن الحب بتاعه للآخر. طيب الريمة كانت أسونانتي والبيرسوس كانت سويلتوس. برضو في هذه القافية هنلاقي بعض البيوت اللي فيها الريمة أسونانتي وبعض البيوت اللي كانت فيها البيرسو سويلتو، يعني أبيات حرة ما بترتبطش بقافية. طيب في ريمة كمان كانت 77 بيتكلم فيها عن القلب اللي بيخلو من المشاعر. يعني بيوصف قلب حبيبته بان هو زي الآلة اللي ما فيهاش اي مشاعر. فبيقول لها ان انت بتقول ان انت عندك قلب بس، لكن مش معنى ان انت القلب بتاعك بينبض ان انت بتحسي. زي المكنة اللي فيها حاجة اسمها كومباس. كومباس يعني زي بندول الساعة كده أو حاجة اللي هي بتدق كده. فبيقولها مش معنى إن المكنة فيها كومباس بيعمل حركة، مع الحركة دي بيبقى فيه صوت وبيعمل إزعاج أو رويدو، مش معنى إن هو بيدق إن هو بيحس. إن الآلة مهما كان فيها حاجة بتدق ما بتحسش، انت برضو قلبك بيدق لكن مش بتحسي. يبقى هنا لو هنقول التيمة هنقول إيه؟ sin sentimiento. sin sentimiento يعني بدون إحساس. decepción يعني فيها خيبة أمل. يبقى dice que si tienes corazón no significa que tengas sentimientos. يعني لو بتقولي إن عندك قلب فهذا لا يعني أن لديك مشاعر. En esta rima se simboliza la frialdad de los sentimientos de una mujer comprando su corazón con una máquina que con su movimiento hace ruido. يعني ترمز هذه القافية إلى برودة المشاعر هذه المرأة. يعني بيوصفها إنها باردة المشاعر، وبيقارن قلبها بآلة بتحدث ضوضاء بحركتها. الآلة فيها ضوضاء من الصوت اللي بيدق فيها، زي القلب بتاعك اللي فيه صوت برضو نبضات، لكن دي ما بتحسش وانت كمان عندك برود، فعشان كده ما بتحسيش زي هذه الآلة. طيب هنقول ايه؟ El primer verso, el tercer son versos libres
أو بيرسوس سويلتوس يعني أبيات حرة، يبقى البيت الأول والتالت كانت أبيات حرة، والسيجوندو والكوارتو كانت ريما كونسونانتي بإيده. يعني لو هنرجع كده للأبيات هنلاقي الأول والتالت كانت البيرسوس بتاعتهم سويلتوس أبيات حرة، لكن لاتيدو ورويدو كانت القافية بتاعتهم إيدو إيدو، فدي قافية كونسونانتي. طيب ده كده كان آخر ريمة موجودة عندكم. احنا قلنا برضو القافية اللي فيها، وقلنا التيمة، وشرحنا جزء أو شرحنا يعتبر المعنى العام لهذه القافية. فكده احنا خلصنا جزء الريمس الخاصة ببيكر. ان شاء الله الفيديو الجاي ناخد برضو شاعر جديد عندكم، وناخد القصيدة برضو اللي موجودة معاه ونحللها، ونشوف برضو التيمة والريمة وموضوع القصيدة. وإن شاء الله زي ما قلت لكم لما ناخد مع بعض الفيجورس ليترارياس اللي هي مواطن الجمال هنبدأ برضو نشرحها، وناخد القصائد برضو اللي موجودة عندكم ونطلع منها مواطن الجمال عشان نفهمها مع بعض إن شاء الله. فاستنونا بقى في الفيديوهات الجاية عشان نكمل فيها جزء الشعر الخاص والمقرر عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. ما تنسوش برضو تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم.